ما فضلنا الباسكت على الفوتبول او العكس. اما فريق الباسكت للاسف كان في اداره ضعيفه لهذا الملف. كثير ناس قال بلا نصرف على السله. ما فضلنا الباسكت على الفوتبول او العكس. هدفين لازم يتحققوا بنفس السويه، حتى بالموارد بالاداره اتفقنا ان يكون مبلغ مخصص لكره القدم ومبلغ مخصص لكره السله. القدم ماشي منيح كون الملف بالدار بطريقه صحيحه والخيارات موجوده اكثر من السله، ووصلنا فيه للنهايات كره القدم، تقريبا ما ضل عندنا اي شيء ممكن نقدم له اياه الا انه نظهر الفريق بالشكل اللائق، وصينا على الالبسه على التجهيزات على يكون يظهر الفريق بشكل جيد بدخوله للدوري. اما فريق الباسكت للاسف كان في اداره ضعيفه لهذا الملف، وانا اذا انا كنت احد الاطراف كمان انا بعتذر من جمهور السله، لكن كدعم صرحت انا باول لقاء انه راح يلاقوا الدعم الكامل بكره السله، اولا للحفاظ على موقعنا بالممتاز، وثانيا نتقدم على سلم الترتيب. وهذا ما جعلنا نتعاقد مع الكوتش عماد كونه من افضل المدربين الموجودين حاليا بالساحه السلويه السوريه. يعني عكس ما يقال انه نحن في رغبه كاداره ما بدنا الفريق يتطور، ما بدنا يصير افضل، لا نحن عندنا رغبه نحاربه بشكل مبطن. انا برفض هذا الكلام تماما، انا ومعي كل اعضاء مجلس الاداره ما عندنا شيء مخفي، نحن عندنا الدعم الكلي لكره السله، لكن اداره هذا الملف وانا ما عندي شيء يعني ممكن كانت مكلفين فيه مشرفين كره السله، الا ان اداره هذا الملف كانت تتم بطريقه انا غير راضي عنها. كانت موضوع بين توني وبين جيجي يديروا ملف السله، ونحن اول شيء عملنا تعاقد مع الكوتش عماد نتيجه الضغوطات من الجميع. الرجل يعني ترك بعض العروض المطروحه له واشتغل معنا على امل يساعد بتامين اللاعبين الموجودين بالسوق المحلي حاليا كلاعبين. ما قدرنا نحافظ على اللاعبين اللي عندنا ومو خلل منا، يعني كنادي الحريه ما عطى تنازل ولا لاي لاعب، حتى في بعض اللاعب راح نسمي الاشياء بمسمياتها. الكوتش احمد الكابتن احمد خياطه حاول انه بده عنده رغبه يغير موقع اللعب بالنادي، وبتعرف نحن الكوتش احمد وابو والده اصدقائنا وفي كثير ناس ما اعطينا تنازل. اللاعبين الاثنين اللي تم فسخ عقودهم ما صار عن طريقنا، صار عن طريق اتحاد كرة السلة نتيجة العقود فيها خلل فني. صار في عندك ضغط على اللاعبين الموجودين بالساحة المحلية من عدة أندية عندها رغبة التعاقد، فصار أرقام التعاقدات كتير كبيرة. أخر إنه نحن نتعاقد للاعبين مميزين يطمح لهم الكوتش عماد، لذلك قدم اللي قريته أنت إنه أنا بطلت أشتغل كون ما عنده الفريق اللي يطمح يجهزه. عملنا اجتماع آخر مع كل كوادر السلة امبارح من 3 أيام، كوادر المعنيين بالسله مع مجلس اداره كاملا مع الكوتش، وحطينا خطه عمل وصندوق النادي فارغ رح نقدم 200 مليون مني كدعم لكره السله ينهضوا بتجهيز الفريق بالشكل الامثل اللي يليق باسم النادي وبيقدر يصنع منهم الكوتش عماد فريق ينافس اكيد معه على بطوله الدوري. يعني ما معقوله انا اذا بدي اطلع سادس او سابع، بعض المتعصبين للفوتبول او بلا في مقوله بالمتعصبين خلينا نكون سادس ولا سابع، المهم نربح على نادي اليرموك اللي هو بالترتيب وبعدنا محافظين على موقعنا وبدنا نصرف هالاموال. هالفكره انطرحت وما راح نتخبى وراء اصبعتنا، انطرحت. وانا كرئيس نادي لازم اسمع كل الاطراف بعيدا عن رايي الشخصي، يعني انا رايي الشخصي قد يكون غير هالحكي، لكن بدك تاخذ وتستمزج الاراء ليكون قرارك قرار نادي وليس قرار فردي. كثير ناس قال بلا نصرف على السله ونعمل فريق عادي يربح على اليرموك بنضل سابع ما بنهبط. انا مع اني نطور اللعبه كاسم نادي ونعطيها حقها من الدعم، مو فقط مو بس نضل سابع او سادس، المهم انك تشوف فريق عم ينتعب عليه عم تشاهد له مباريات من انصار هذه الفكره. ولهيك كان عم يتهمونا انه نادي الحريه ما بده يطلع السله، هدول انصار السله، في صراع ابدي بتعرف انت بالرياضه، جماعه الفوتبول جماعه السله، كل واحد يريد تكون لعبته الاميز واللي هي على الاضواء اكثر. انا خط الوسط، دعمنا الفوتبول ودعمنا الباسكت، لكن للاسف ما عم نقدر نحصل على تعاقدات. فيهم بيتهموني اني انا
كنت سبب بتفشيل التعاقدات. يا اخي انا رئيس نادي مؤتمن على اموال هذا النادي، ما هي اموالي الخاصه. لما بيجي لاعب بدي اتعاقد معه رح احاول اكون اخذه باقل ما يمكن. اكيد هو الرجل اللاعب راح يطلب هو الرقم اللي بمخه يكون مناسب، وجوز يكون حقه، جوز يكون اكثر. انا كرئيس نادي معقول اتفاوض مع اللاعب اعطيه الرغبه؟ لا، بدي اعطيه انا انظر الى صندوق النادي، انظر الى موازنتي انا ايش رايصد، ومن حقي اني انا ادافع عن اموال النادي واخذ اللاعب اعطيه قيمته الفنيه، لكن قيمته الماليه كل ما قللت بيكون مو لصالحي الشخصي، لصالح النادي. متهم انه انا كنت متحجر بموضوع التعاقدات. القصه مو قصه تحجر، القصه قصه حرص. وللاسف وجدنا بعض اللاعبين كانوا متعسفين بالنقاش الى وصلت الفشل في بعض العقود على موضوع بدهم المبلغ الساعه 11 بالليل، وراح احكي الاسماء بمسمياتها. قعدنا مع احد اللاعبين عملنا معه عقد انه نتفق بمبلغ كبير وفق طلبه، بده المبلغ الساعه 11 بالليل وكاش، كاش الساعه 11 بالليل، ومبلغ يعني بحدود للاعبين اثنين بحدود 150 مليون، وراح اسمي اكثر اللاعب باسل شنو وفي لاعب ثاني من عندنا. طب 100 الساعه 11 بالليل بدهم اياه كاش ليوقفوا. طلبت منهم انه ثاني يوم الساعه كان يوم الظهر تجوا على النادي ونقدم لكم، نوقع العقود، نقدم لكم شيكات بتامنوا فيها اموالكم لنسحب الاموال من البنك، موضوع التحويل يعني نسحبوا المبلغ كبير ما بيعطوك اياه فور لحظه، ويجينا اشعار التحويل من مكان اخر، بنعطيكم الشيكات وبنوقع معكم العقود. كان يوم احد اظن بدايه اسبوع او الثاني، معكم الشيكات لنهايه الاسبوع، اذا ما دخل المبلغ على حسابكم تاخذوه مني شخصيا دين شخصي. تصور طلعوا من نادي الحريه الساعه 11 بالليل، الساعه 12 كانوا واقعين بالجلاء، واتهم من البعض فشلت الصفقه. شو كانت تنجيح الصفقه؟ انك تجيب 150 مليون الساعه 11 بالليل تعطيهم الوقت. كمال حزوري مرشح لرئاسه فرع حلب الاتحاد الرياضي العام، وين كمال حزوري بهذا الكلام؟ لا، الفكره انطرحت بالشارع الرياضي، وحتى انا سئلت شخصيا انه انت دخلت على النادي الغايه النادي للغايه قفزه لمكان اخر، وانا صرحت لا، نحن جينا على النادي نخدم النادي. وتم النقاش مع القياده السياسيه والرياضيه انه انت عندك رغبه، اعتذرت، وانا داعم لاي زميل بيجي لنا على اللجنه التنفيذيه، وبعتبره اعتذار رسمي عن هذا الموقع، ولن ارشح، لكن سادعم بصوتي من اراه الان. معناته الفكره كانت مطروحه حضرتك انه دخولك لرئاسه تنفيذيه حلب، ام لم تكن مطروحه بالمطلق؟ ما انطرحت من قبلي، طرحت من الشارع الرياضي اني عندك رغبه او بدك، ما رفضت وما قلت ايجابا، قلت هذا طموح مشروع، لما بيجي الوقت بنحكي. لكن انا ما كنت مفكر ولا راح افكر، ومعتذر سلف، وناقشت فيها رفيقنا رئيس المكتب ورئيس اللجنه التنفيذيه بنقاش ودي، في رغبه؟ قلت لهم لا. وهذا الكلام يعني تصريح رسمي، من لن ارشح، وصوتي بمنحه لاحد زملائي المرشحين اللي بيكون انسب لهذا المكان. تنظيف ارضيه الصاله او اعاده تاهيل الارضيه وصيانه الحمامات والمشالح وشبكه الكهرباء. استاذ عبد الله، انت بتعرف هي مهمتي بالعمل العام، هي شغلتنا بالعقود، يعني الارقام تضاعفت بارقام كبيره، والسيد رئيس الوزراء خصص لجنه خاصه لكل مؤسسه تعطي فروق اسعار. يعني الاسعار لما تتضخم مفترض اللي المتعهد اللي قام بالعمل ياخذ فروق الاسعار، فالرقم مو كثير كبير ابدا، مليارين و800، مو بس ارضيه، صار اعاده تاهيل المنشاه بشكل كامل، يعني ارضيه وحمامات وجدران وابواب، النفط كامل. ونادي الاتحاد انا وفق معلومات وصلت لي يمكن خصصوهم 7 مليارات، والمنشاه قائمه كهيكل، منشاه قائمه فقط اكساء وارضيه 7 مليارات هلا بالعام المقبل. ملف اللاعب محمد مصطفى يمكن هو الملف المناسب ندخل منه لموضوع كرة القدم في نادي الحرية. ملف أخذ كلام كثير. محمد مصطفى تمت إعارته لنادي الوثبة بمقابل 450 مليون ليرة سورية. 400 للنادي و150 للاعب. طيب 400 إذا فينا نقول 400 مليون دخلت لخزينة نادي الحرية من خلال اللاعب محمد مصطفى، اللي هو يمكن مدخل كثير مهم حتى نحكي فيه عن كرة القدم نادي الحرية. شو هي المشكلات اللي رافقت انتقال محمد مصطفى، وليش تمت مطالبتكم من قبل الاتحاد الرياضي بنقل كشوف ذاتيه محمد مصطفى لنادي الوثبة؟ ونحن فوجئنا بهذا الطلب مثل ما تفضل حضرتك بالسؤال. نحن بنعرف ان الاداره السابقه ابرمت عقد الاعاره ودخل المبلغ ال 400 مليون لصندوق النادي حتى انفق على الاعمال الرياضيه في النادي معظمه.
تفاجأنا انه طلبوا مننا تنازل لمدة عام على ان يعيدوا لنا اياه بتنازل اخر بعد نهاية العام، ونحن بنعرف انه هذا الموضوع مخالف للأنظمة، كون اذا تنازلين بنفس التاريخ ممكن نفقد احقيتنا باللاعب ويصير كشفه حر ويفقد نادي الحرية قيمة اللاعب الفنية والمالية. نحن بحاجته بجوز يكون السنة الجاي. لذلك بعد ان تم المطالبه وصار في مراسلات بيننا وبين المكتب التنفيذي وبرئاسه الاستاذ فراس، كان في سوء تفاهم وصلان لعند الاستاذ فراس، ونحن يعني بمراسلاتنا كنا حريصين على حق النادي وثبتنا موقفنا، وحتى طلب مننا اما اعاده المبلغ كاملا لنادي الوثبه او اعطائه التنازل، فقررنا الخيار انه ندفع المصاري، وبعثناه بكتاب رسمي انه لا مستعدين نحن ندفع ال 400 مليون ونعيد اللاعب ونلغي عقد الاعاره وما نتنازل. تم بالنهايه قبلوا بموضوع الاعاره وثبتوا لنا اياه على بوابه الفيفا كونكت، وعقدنا كما ابرم مع النادي الوثبه. شو تتوقع كان السبب اللي خلى او دفع باداره نادي الوثبه لمطالبتكم بالتنازل هذا الموسم عن اللاعب؟ بدك حسن النيه لسوء النيه؟ هذا شيء اذا حسن النيه فهن كانوا عم بيقولوا انه نحن بيطلع لهم 5 لاعبين عقود، اللاعب اذا صار تنازل بيعتبرونا لاعب من اصل النادي، هيك كان تبريرهم. اذا كان اعاره بيعتبروه لاعب خارجي، بيفقدوا احقيتهم بالخمسه. فهن كانوا عاملين ابرمين عقود مع 6 بما فيهم محمد مصطفى، عم بحاولوا كانوا يعملوا تنازل مشان ما يفقدوا حقهم باللاعب اللي خامس اللي هن يعني دفعوا له مقدم عقد كبير اسوة باللاعب محمد مصطفى. هذا حسن النية. اذا بدنا نحكي بالجانب الاخر قد يكون هناك عقد خارجي ويريدين يتنازل للاعب يسوقوه بطريقتهم بمبلغ اكبر او يستفيدوا منه للسنين القادمه، يعني صفقه بياخذوا اللاعب تنازل وبيمكن ينقلوه الى تنازل دائم او يدفعونا ببراءة ذمة. يعني هذا الموضوع قلت لك صار حديث الشارع الرياضي، ان قد يكون هناك عقد خارجي للاعب وبده يستفيدوا منه بطريقتهم. نحن حافظنا على حقنا كنادي بعدم التنازل والحفاظ عليه وعودته بعد نهاية الموسم وفق العقد المبرم معه تماما. اللاعب عبد الله بطل احد اللاعبين الموهوبين في منتخب سوريا، لعب منتخبات الناشئين والشباب، انتقل لاحد الانديه الاماراتيه. شو كان دور النادي بهذا المجال بخصوص هذا اللاعب؟ استاذ عبد الله، نحن الحقيقه جينا على النادي بمرحله كثير مساحتنا ضيقه بالعمل، يعني كان دوريات على الابواب، واحد المواضيع المطروحه امامنا كانت اللاعب عبد الله بطل، فكنا عم نشتغل على انا ومع اعضاء مجلس اداره مشكورين طبعا، ما وجهت شخصي لحالي، قسمنا العمل بيننا كلياتنا. وكانت احد اسباب زيارتنا الى دمشق موضوع اللاعب محمد مصطفى، موضوع البوابه الفيفا كونكت، موضوع الاستثمارات، موضوع عبد الله بطل. لذا البحث عن الاوراق المتعلقه بالداتا والبيانات تبع عبد الله بطل ما لقينا شيء هون بالنادي بيقول بشعر انه احنا تنازلنا او اعرنا او وافقنا. راسلوا الاداره السابقه لاتحاد الفوتبول فقالوا انه ممكن نطالب ببدل تعويض ساعات تدريب، لكن بدنا متابعه بالامارات. نحن فورا كلفنا المحامي وحيد عرفات ابن المرحوم الكبير الرياضي المعروف للجميع مروان عرفات، وهذا محامي مختص بالشأن الرياضي، والحمد لله تم التواصل معه وزودناه بمعلومات واقمنا دعوه على نادي الظفار وتقدمنا بالدعوه الى مراحل متقدمه. واخر تليفون كان بيناتنا امبارح بعثت له الساعات اضافيه، لانه كل ما زادت الحصص التدريبيه، هذا بالتنسيق معه، كل ما زادت الحصص التدريبيه بتزيد قيمه التعويض من النادي الاماراتي. فكان متفائل الاستاذ وحيد عرفات، وبعثنا له كل البيانات مع باسبور الرياضي، وقال لي وضعنا بالدعوه ممتاز، وان شاء الله رح نحصل مبلغ قريبا جدا بليق بسمه اللاعب وبسمه الكره السوريه بنادي الحريه. بماذا يفكر كمال حزوري وادارته بما يخص فريق رجال كره القدم هذا الموسم؟ ما في عندنا تفكير بفريق رجال القدم الا نطلع للممتاز، ما في عندنا خيارات. يعني نحن عندنا كاداره نادي والمشرفين والجمهور والكل لا يطالب الا بالممتاز، ما في عندك طموح اخر. عندك فريق بدك تتجهزه، بدك تدعمه معنويا ماديا فنيا، بدنا نطلع على الممتاز، هدف لا تراجع عنه. عندك اسماء كثير كبيره في الاداره، نحكي عن ولد الناصر، نحكي عن صافي شعار، هن مسلمين ملف كره القدم، شو ممكن يقدموا لك في هذا الملف؟ بهذا الملف الكابتن وليد والكابتن صافي مش يعني مكلفين فيه كليا من حيث التعاقدات، من حيث المباريات الوديه، تجهيز اللاعبين،
متابعات. الملف ملفهم، انا موجود كرئيس نادي داعم لقراراتهم اداريا ماليا، علاقات عامه مع الاتحاد الرياضي مع اتحاد الفضل، لكن نحن نعمل كخليه واحده، يعني جزء لا يتجزأ مني انا كرئيس نادي، هن كاعضاء اداره فنيين مختصين مهتمين، نعمل كفريق عمل واحد. يعني ما حتى التقسيم الاداري بين الفريق الرجال مسؤول فلان ومسؤول الشباب والناشئين فلان، لا لا، نحن هذا التقسيم فقط للبريد، لكن كعمل نعمل جميعا بفريق عمل، وحتى مع اعضاء ادارتنا اللي ما فنيين بكره القدم نستشيرهم ناخذ رايهم، وبيكون بمجلس اداره قرارنا موحد لكل الافكار المطروحه ضمن النادي. اذا بناء على هذا الكلام حاطين في ذهنكم تماما موضوع الصعود وعديتوا العده هذا، ما عندنا خيار اخر، وهذا هدف ومطلب، هدف ومطلب على الجميع ان يدعم ويساند فريق رجال كرة القدم لعودته إلى مكانه، وليست هدف بعيد، هذا المكان الطبيعي، وكلياتنا نعمل على هذا الموضوع. يمكن عهد جديد دخلت فيه إدارة نادي الحرية مع قدوم المهندس كمال حزوري رئيسا لمجلس الإدارة. الناس كلها متفائلة مع قدوم كمية من الأموال الناتجة عن الاستثمارات اللي كانت بثمن بخس. ممكن نعرف شو هي الاستثمارات او شو هي القيمه الماليه الجديده للاستثمارات الداخله على اداره نادي الحريه اعتبارا من الموسم القادم؟ قيمه الاستثمارات اللي رح تدخل العام القادم لنادي الحريه بحدود المليار و900 مليون. من السابق كانت بحدود 700-800. القيمه الجديده اللي تم اتفاق عليها من اللجنه المخصصه من رئاسه مجلس الوزراء تقدر بمليار و900 مليون. يا ترى هي القيمه تحس ان هي قيمه مثاليه او قيمه مناسبه لحجم الاستثمارات الموجوده في منشات نادي الحريه الرياضي؟ اكيد لا، يعني اكيد المنشات في نادي الحريه تستحق اكثر من هذا المبلغ، لكن اللي حصلنا عليه من خلال اللجنه الوزاريه انا بتوقع قيمه مقبوله قياسا اذا اردنا ان نطالب بها كاداره نادي منفصلين عن السلطه التنفيذيه في الدوله. متى سيبدا دخول هذه الاموال من خلال هذه الاستثمارات؟ البدلات الاستثمار الجديدة اعتبارا من العام المقبل، لكن اللجنة أقرت بموضوع بدل منفعة عن السنين السابقة، بدأت تدخل حاليا، يعني حطونا بدل منفعة عن السابق مثل تقريبا فروق اللي بين القديم والجديد، فبدأت تدخل من قبل ما نجي نحن كإدارة، وهلا مستمرة بدفعات شهرية، لكن دفعات لا تعادل القيمة الحقيقية للاستثمار الكلي. طيب قد ايه ممكن نقول دخل نادي الحرية حاليا من وقت دخولكم لمجلس إدارة من حوالي شهر؟ من حدود الشهر كان في صندوق النادي بحدود ال 130 لل 140 مليون، المبلغ المتبقي من عقد اللاعب محمد مصطفى اللي أتانا المبلغ من نادي الوسفة. أضف إليه بحدود 300 مليون بدل منفعة من الاستثمارات، بحدود ال 430 مليون 440 مليون. من فترة أيام كان في لكم زيارة الأستاذ فراس معلم رئيس الاتحاد الرياضي العام رئيس اللجنة الأولمبية السورية، حصلتوا على مبلغ 250 مليون ليرة سورية كمساعدات. ممكن نعرف شو هي المصارف اللي ممكن تروح فيها هي 250 مليون ليرة سورية، أم هي مخصصة لأمر معين تم تقديمه للأستاذ فراس معلم؟ الأستاذ فراس كانت زيارتنا له ناجحة له لبعض أعضاء المكتب التنفيذي لحل بعض المشاكل المتعلقة بنادي الحرية، لكن زيارة الأستاذ فراس تخصصت بفتح بوابة الفيفا كونكت، واللي علينا مبالغ مترتبة للاعبين في عقود متخلفين عن الدفع. أعطانا السيد فراس الله يعطيه العافية مبلغ 250 مليون بتغطي نفس المبلغ، يعني هذا الباب اللي أجى فيه المبلغ مخصص لتبرئة ذمة نادي الحرية أمام الاتحاد الآسيوي. أعتقد أن معظم المبلغ كان للمدرب أحمد حافظ. كان للمدرب أحمد حافظ 12,000 دولار وللاعب 3,000 دولار، وللأسف يعني ما بدي أحكي على زملائي كانت تنحل معنا كل الموضوع ب 3,000 دولار. يعني كان اللاعب لو كان في معه مصالحة كان بيرضى ب1000، والمدرب ممكن يرضى ب2000 أو 3. التباطؤ والضغط المالي على الإدارات السابقة، هلا رح ندفع المبلغ كاملا مع اجور فوائد للمحكمه واتعاب. وفعلا يعني الموضوع لما زرنا الاستاذ فراس ما كان الموضوع مفروش بالورود، يعني تعذبنا لوقت ما حصلنا على هذا المبلغ، وعم نتعذب بطريقه السداد. يعني مدربنا حاليا اللي علينا المبلغ بسلطنه عمان واللاعب بالسنغال، فتم التواصل مع الطرفين وبدك تعطيهم اياه لتاخذ براءه ذمه، عملنا كل السبل ما قدرنا. بالاخر اتفقنا مع مدرب مع محامي سوري
مقيم بالامارات. هو نهى الموضوع، باذن الله البوابه راح تكون مفتوحه اليوم او بكره. امر جيد. يمكن لو جينا شوي موضوع الاستثمارات، دائما نادي الحريه او الموقع الاستراتيجي المهم الواقع على شارعين رئيسيين بمدينه حلب دائما بيكون مطمح لتطوير الاستثمارات. شو هي الافكار الجديده اللي ممكن يطرحها المهندس كمال حزوري اللي هو متمرس بهذا المجال بالذات، مجال الاستثمارات؟ الحقيقه استثماراتنا جيده وموقعنا ممتاز، وهذا يعني بيميزنا عن باقي الانديه كي نصبح في مرحله ما نغطي انفاقاتنا ذاتيا، وهذا الطموح اللي عم نشتغل عليه، انه ما نرهق النادي باموال او ديون نستطيع من توقف عملنا الرياضي، انه نحتاج الى الدين او سبونسر او نبحث عن مصادر تمويل. نحن كخطه مفترض نعمل مشروع ذاتي، اداره ذاتيه، الاموال التي تاتي من الاستثمارات تغطي النشاط الرياضي كاملا. فنحن عندنا الاستثمارات الموجوده بعد ما طلعت اللجنه الوزاريه وزادت قيمه دخلها بشكل 60 أو 70%، في عنا أكثر مطرح استثماري لاحقا سيتم إعداد دفتر شروط لهم وطرحهم بطريقة عن نظام العقود معمول به بالجمهورية العربية السورية. كان في عديد المخالفات من المستثمرين الموجودين على الموقع العام لنادي الحرية، كان في محاولات من الإدارات السابقة لحل أو لإيجاد حلول لهذه المشكلات، إلى أين وصلتم مع المستثمرين؟ الملف الأكبر عنا بنادي الحرية بعد تجهيز الفرق، تعرف مقبلين نحن على دوري بالنسبة للفرق كلها، الباسكت والفوتبول، أخذ شغل الشاغل حاليا تجهيز الفرق. والملف الأكبر والأضخم اللي نحن كنا بدمشق، أحد أسباب زيارتنا لرفيقنا رئيس المكتب هو الاستثمارات. فعنا المخالفات القائمة، تعرف اللجنة الوزارية لما طلعت وخمنت قيمة الاستثمار الجديد لاحظت بعض المخالفات بتقريرها، وبناء عليه صار المبلغ الجديد يتضمن جزء من المخالفات. طلبنا من الاستاذ علاء عضو المكتب رئيس مكتب المنشآت التوصيف اللي قامت فيه اللجنه مشان ما نعتبره مخالف كونه دخل بالتخمين. من بيناتهم المستودع الموجود بمسبح نادي الحريه اللي هو كان ملكنا وصف كمستودع، وهذا اعطي بدل استثمار اضافي على هذا التوصيف. في الكافتيريا كمان دخلينا. فانا طلبت من الاستاذ علاء كون بنادي الحريه للاسف ما عندنا ارشيف او ما في عندنا داتا عن هالمواقع، يعطونا نطابق بين اصل العقد وبين اللجنه الوزاريه، ونشوف اللي ما انذكر باصل العقد او باللجنه الوزاريه خمن واوجد ستتم معالجته تماما مع كل مستثمر على حده. قديش تتوقع تكون الكتله الاجماليه لاستثمارات نادي الحريه حتى يقدر يوصل للاكتفاء الذاتي اللي حضرتك عم تحكي عنه؟ والله نحن نرغب ان يكون الرقم كبير جدا، لانه بتعرف انت بالرياضه ما هي مهنه علميه، مهنه فنيه، يعني على قدر الموجود تقدر تتعاقد. يعني انا اذا طموحي حاليا 3 مليارات، لكن اذا اجاني 5 بطمح انه اكون من الفرق المتقدمه تحتاج الى عقود من مستوى افضل، الى لاعبين من مستوى اميز. فالدخل كل انسان ياتي الى موقع العمل يرغب الى ويطمح الى الدخل الاكبر، بيقيس عليه عمله الرياضي. لو انهينا موضوع الاستثمارات والمنشآت بالصالة الرياضية الجديدة اللي تم بنائها من زمن المتوسط، نعم، وتم فرشها بعدين بالباركيه، الآن تمت إعادة عملية إعادة إحياء لهذه الصالة، نعم، من خلال أعتقد أيضا الاتحاد الرياضي العام، مشروع من قبل الاتحاد الرياضي العام. ممكن نحكي عن هذا المشروع وين وصلنا له حاليا؟ حاليا هذا المشروع يعني نقطة فارقة بتاريخ كرة السلة بنادي الحرية، مما يدعم الفرق المكان للتدريب، وممكن حتى في إمكانية نعمل عليه مباريات. الصالة بدأت في مراحلها الأخيرة، يعني كل يوم قبل ما أجي على المكتب بزور الصالة، خلصوا الباركيه، خلصوا الحمامات، خلصوا الواجهات، بقيان تشميع هو للواجهة للطبقة الأخيرة. خلال أسبوع إن شاء الله الفرق بتكون عم تتدرب على صالة نادينا. الكلفة حاليا الموجودة والمبلغ اللي تم دعم فيه نادي الحرية من خلال الاتحاد الرياضي لصيانة هذه المنشآت الكبيرة؟ والله وفق معلوماتي من خلال جهاز الإشراف الأستاذ باسل ومن خلال المتحد اللي عم بيقوم بصيانة هذه المنشأة، وصل رقم الكشوف التقديرية المنفقة على هذه المنشأة بحدود 2.8 مليار.